السلام عليكم. النهاردة هعمل تقييم لحالة كده جات لنا النهاردة، سن 27 سنة. بالنسبة للمقاسات بتاعتنا -3.25 قصر نظر مع 75 أستجماتيزم، 3 مع 75 أستجماتيزم. تمام. النظر بتاعنا بيتحسن من 63 ل 6.6، من 63 ل 6.6 الحمد لله. يبقى كده في استفادة من المقاسات بتاعتنا. المقاسات مخليها جودة الإبصار قليلة خالص، بس الحمد لله بنتحسن ل100% اللي هي ال 6.6. نيجي بعد كده بقى الفحص القرنية. سمك القرنية بتاعنا 539، أو السينست لوكيشن أكتر نقطة رفيعة 537، وده ماشي إن القرنية بتاعتنا طبيعية الحمد لله. التحدب بتاع القرنية 41.6 بيوصل ل42.8، برضو كويس الحمد لله. والكي ماكس اللي هي أعلى نقطة محدبة في القرنية 43.2، ودي حاجة كويسة ماشية إن القرنية بتاعتنا طبيعية، لأن القراية ما بين 42 و 48. طيب، حاجة تانية بنفكر فيها إن كل درجة قصر نظر بيتم تسطيح القرنية من المنتصف، فالتحدب ده بيقل. فكل درجة قصر نظر في المقاسات اللي احنا شفناها بتقلل من القرنية 3/4 درجة. احنا تقريبا عندنا 3 وربع مع ربع، قول 4 درجات. يعني لما اجي اضربها في 3/4 يبقى هتقلل لي من تحدب القرنية 3. هي القرنية بتاعتنا 41.6، لما هتقل هتبقى 38 وحاجة، فاحنا كده ماشيين في الأمان. المفترض إن القرنية بتاعتنا ما بعد التصحيح في قصر النظر ما نحاول نخليها ما تقلش عن 35. فدي كده حاجة مطمنانا على القرنية. نروح للورقة اللي بعد كده. و ABCD زي ما احنا وريناها لكم قبل كده، مفيش أي خطورة خالص، هو واقف عند الصفر. في حاجات بيكون يعني مقسمها لواحد واثنين وثلاثة وأربعة اللي هو معامل الخطورة. ما زلنا في الصفر، يعني مفيش أي خطورة خالص، والكمبيوتر مقيمها اهو كل واحد فيهم صفر. هنيجي بعد كده للبيلين امبروزيو، ده الارتفاعات على السطح الخلفي للقرنية، مفيش أي ارتفاعات خالص، يبقى معنى كده إن القرنية بتاعتنا جيدة. ده اسمه يعني الكيرفات دي كيرفات بتاعة توزيع سمك القرنية. يعني سمك القرنية بتاعنا من المنتصف بادئ اهو من 500 وحاجة 40 زي ما احنا قلنا، لحد ما وصل للطرف بتاعنا. بيكون طبعا الطرف بتاعنا اهو بيكون أسمك من السمك. الكيرف الطبيعي بيكون ماشي كده. لما يكون واحد عنده قرنية مخروطية بيكون القرنية في الطرف سميكة، وبعدين تفضل ماشية، بس عشان حصل مخروطية وقل السمك فتلاقيها نزلت بقى، يعني بقى في انخفاض جامد في سمك القرنية، فبقى كأن في حفرة كده. المهم ان الكيرف بتاعنا ده ماشي في الطبيعي. نفس الموضوع في العين التانية. وبعد كده بقى اخش على الزاي ويف. الزاي ويف حدد لي ان حجم الحدقة بتاعنا واسع شوية، 7.1. الحدقة بتاعته بتفتح واسع. الحجم التشوهات البصرية بتاعنا الحمد لله أقل من اللي احنا عايزينه، اللي هو 34 اللي احنا بنعالج عنده، فده الحمد لله ما فيش تشوهات بصرية عالية. نفس الموضوع في العين التانية، والحدقة بتفتح واسع، يعني في أفضلية شوية للفيمتوليزيك عشان نقدر إن احنا نصلح أكبر من دايرة التصحيح اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. تقييم النهائي للعملية الحمد لله يقدر إن هو يستفيد ويشوف كويس ب6/6 إن شاء الله. مفيش خطورة من حيث السمك أو من حيث التحدب. ممكن موضوع الحدقة ده يخلينا إن احنا نعمل فيمتوليزك، وحتى لو عملناها بالليزك نقدر إن احنا نعملها بأمان إن شاء الله.